السلام عليكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم كابتن احمد ابو زياده. النهارده ان شاء الله هتكلم على افضل الاكلات تاكلها قبل الماتش او التمرين هتخليك زي الحصان في الملعب. يلا بينا. هنتكلم يا شباب في مفهوم كلمه الطاقه عموما، او مثلا بالبلدي كده البنزين بتاع الجسم، الحاجه اللي انت بتاخدها تخليك تتحرك. دلوقتي عشان انا ارفع ايدي مثلا كده، او ان انا اتمشى، وان انا اروح الجيم اشيل حديد، او ان انا اعمل سبرنت، او ان انا العب ماتش ايا كان هو الرياضه اللي انا هلعبها محتاج طاقه. تمام. هتكلم في فكره اللي بيمد الجسم بالطاقه، او الحاجه اللي انا باخدها تديني طاقه، هي الكربوهيدرات. وفي نوعين من الكربوهيدرات، كربوهيدرات معقده اللي هي بتاخد وقت في الحرق، وكربوهيدرات سريعه. هتكلم في المعقده اللي هي بتقعد في جسمك وقت كبير، وطول ما هي بتتحرق عماله تديك في طاقه، هي دي المعقده، ودي اهم عنصر في الكربوهيدرات. تمام. في بقى نوع من انواع الكربوهيدرات الثانيه اسمها الكربوهيدرات السريعه، سريعه الحرق. دي مثلا هكلمك مثلا في حاجه عمليه جدا، اللي هو لعيبه الدوري الانجليزي تلاقيه ما بين الشوطين تلاقيه ماسك كيس صغير كده، ده اسمه جيل كده، ده كربوهيدرات سريعه اللي هو بياخدها تديله طاقه في نفس الوقت. تمام. هي دي الكربوهيدرات السريعه اللي هو بياخدها تتحرق على طول تمده بالطاقه. تمام. هتكلم دلوقتي في اهم عناصر الكربوهيدرات المعقده اللي بياخدها اللعيب قبل الماتش او قبل التمرين، بتمده بالطاقه وبتقعد طول الوقت تتحرق، اللي هي الكربوهيدرات المعقده، تقعد طول الوقت ما انت بتجري بتحرق وبتمدك بالطاقه. هتكلم دلوقتي يا شباب في اهم 4 عناصر لمصادر الاكل في الكربوهيدرات هتمد جسمك بالطاقه. هتكلم في رقم 1 هو الشوفان. تمام. الشوفان كل الناس عارفاها، هتلاقيها عند اي عطار او اي سوبر ماركت. رقم 2 البطاطس المسلوقه، مش اكيد ما حدش يقول البطاطس المحمره او المطبوخه، انا بتكلم في بطاطس مسلوقه. تمام. رقم 3 وهو البطاطا المشويه، يعني مصدر هايل جدا للكربوهيدرات المعقده، وبتاخد وقت كبير في جسمك عقبال لما تتحرق، وقويه جدا. تمام. رابع حاجه وهو الرز الابيض او الرز البسمتي، يعني مفيد جدا جدا، بس مش المطبوخ بزيت. هيبقى المسلوق هيبقى صعب شويه في اكله، اللي هو مسلوق ميه بس وممكن شويه ملح فيه، بس هيبقى صعب قوي في اكله، بس مصدر قوي جدا 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 في الكربوهيدرات المعقده. طبعا يا شباب الكربوهيدرات اللي انا اتكلمت عنها دي طبعا بتتاخد قبل التمرين من ساعه ونص لساعتين، يعني ما تاخدش قبل التمرين على طول، ما تاخدش قبلها قبل التمرين بنص ساعه. طب دايما مثلا واحد ممكن يجي يقول لي يا كابتن انا صحيت متاخر ويا دوبك رحت على التمرين، فممكن اكلمك في 3 عناصر برضو لمد الجسم بالطاقه هتساعدك جدا. منها القهوه الساده، تمام، ومنها الموز والتفاح، مصادر هايله جدا لمد الجسم بالطاقه، هتفيدك جدا لو انت مثلا قدامك نص ساعه وتنزل التمرين. لكن انت طبعا لو في ماتش انت لازم طبعا تصحى له قبلها بساعه ب3 ساعات على الاقل، تجهز فطارك كويس، ان الماتش طبعا غير التمرين بيكون محتاج يعني اكل اكتر، ومحتاج ان انت تكون نايم كويس والكلام ده كله عشان ما ياثرش عليك في الملعب. وبرده الفطار بتاعك او الحاجه اللي تاكلها قبل التمرين مش شرط تبقى كربوهيدرات بس، انت ممكن تدخل بروتين، يعني ممكن تدخل نوع من انواع البروتين عادي في الفطار بتاعك او الغداء بتاعك، لو قبل التمرين وقت مثلا زي العصر مثلا والتمرين بتاعك المغرب، فممكن تدخل بروتين عادي، يعني ممكن تاخد ربع فراخ وممكن، بس الفكره كلها ان هو قبل التمرين الكربوهيدرات لازم تبقى اكتر من البروتين. ولو خدت كربوهيدرات بس مفيش مشكله، بس عادي لو دخلت بروتين، لو دخلت بيض او دخلت جبنه قريش او دخلت زبادي يوناني او دخلت مثلا فراخ، ايا كان هو عنصر البروتين اللي انت دخلته مفيش مشكله فيه. بس اهم حاجه الكربوهيدرات هي اللي تبقى غالبه على الموضوع. ان انا بيجي لي لعيبه كتير قوي تقعد تقول يا كابتن انا فاطر بيضتين بس، انا فاطر مش عارف ايه لبن، مش عارف. لا، لازم انت البروتين مهم جدا، بس بعد التمرين، ان هو اللي بيساعد الجسم على الريكفري، وانا ده انا هتكلم فيه فيديو لوحده، حته ان انت ازاي تعمل ريكفري لنفسك عن طريق البروتين والنوم الكويس والكلام ده. لو ناقصك اي حاجه اكتب لي في الكومنتس، اي حاجه تخص لعيب الكوره سواء في الجيم، ملعب، لياقه بدنيه، اي حاجه تخص لعيب الكوره اكتب لي في الكومنتس او ابعت لي على الخاص، برد على كل الناس. سلام.